مساكم الله بالخير والعافية، شلونكم أصدقائي وأحبائي؟ إن شاء الله كلكم بصحة وسلامة. اللي يحب يسأل على الأوضاع بألمانيا نقول له الأوضاع طبعا كلها تغير. المحلات الخشبية اللي كانت عندنا مال الكريسماس كلها شالوها مع الأسف. صار هدوء وصار كلها وين ما نروح لازم كل يوم نسوي فحص مال كورونا. يلا نقدر ندخل مطاعم محلات مواعيد شغلات، فما نقول غير الله يستر. يعني حتى الأضوية كانت قبل الناس فرحانين على الشبابيك بالبالكونات، كنا نلقى كل البيوت منورة. بس هسه بالعكس، هسه تلاقون العمارة كلها بيت بيتين حاطين الضوء، والباقي كلها ضايجين من هالوضع، فمو فرحانين. والضوء كان يدل على الفرحة، فهسه راحت الفرحة. أكيد واحد بهالأوضاع لازم يرجع للبيت وبالبيت يطبخ، فشي يسوي؟ هاي بصلة شوية قليتها بالزيت، ومعلبات عندي فول جاهز، أضيف له شوية نعناع وشوية ليمون وطبعا شوية ملح، وتقريبا نص كوب ماء، وقام يغلي، وبعدين أجيب الخبز وأضيفه عليه وآكله هيجي. طبعا مرات يعجبني أخلي بيض بيضتين هم أخليها على الوجه، بس اليوم حبيته بدون بيض. وهذا كانت غدانة. طبعا يا جماعة بصراحة أنا من الأجواء اختلفت، المحلات كلها انقفلت، حتى التصوير والله العظيم ما عندي واهس حتى أصور برا. فشو نقول؟ ما نقول غير الحمد لله على كل حال. الله يحفظنا ويبعدنا عن كل مكروه، والله يشفي جميع المرضى ويرحم جميع موتانا. أشوفكم بخير، مع السلامة.